الجريمة اللي حصلت النهاردة حصلت ما بين اتنين خرس شغالين في مغسلة واحدة. طعن زميله أكتر من 20 طعنة في رقبته، والجريمة حصلت في كفر الشيخ. والفيديو اللي هوريلكوا دلوقتي هو فيديو الجريمة. بس معلش هيبقى فيه شوية حاجات كده متغطي عليها عشان انتوا عارفين ما ينفعش ان انا اظهر حاجة زي كده. حاسب يا عم قرب منه صورة. قرب من مين يا عم؟ هو بيزق بيك. يا نهار اسود، ده عامل في المغسلة، ده عامل في المغسلة. يا اخوانا حد يطلب الاسعاف. طبعا حضراتكم شفتوا اللي حصل في الفيديو. المجني عليه اسمه احمد فايز احمد محمود المنسي، والقاتل اسمه محمد. والقاتل كان شغال في الاردن بقاله فتره، وكان لسه راجع بقاله فتره بسيطه. واتضح من التحقيقات ان هما الاتنين نسايب، واللي حصل ما بينهم ده خلاف عائلي. وطبعا في ناس كتير قوي عارفه ان معلش الخرس يتنرفز ولا حاجه بيطلع صوت مختلف شويه او صوت عالي عشان بيحاول يعبر بيه عن اللي جواه. ولكن محمد نهى حياة أحمد ب20 طعنة أو أكتر، وللأسف محدش عرف يلحق أحمد من إيد محمد، لأن كان أي حد بيقرب بيضربه دايما بالسكينة. وفي منهم عمال زمايلهم اتعوروا بسبب إن هو كان بيهوشهم بالسكينة دي. واتقبض على محمد والتحقيقات شغالة معاه. وربنا يعافينا كلنا ويعدي الأيام على خير. لو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. السلام عليكم.